عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبألف خير. نعتذر في البداية لحاجتين: صوتي اللي مازال مرهق من أثر المرض والتعب بالمعرض، والحاجة الثانية تغيبي هالأسابيع، وهذا لانشغالي أولا معرض الكتاب وبعض الظروف الصحية. كيف العادة ونفس المراحل اللي ديما نفكر فيها في صورة ما حد جديد انضم لينا. أولها تقييم الشهر الماضي. بالنسبة لشهر أفريل، بخلاف الخطوط العريضة اللي تشاركتها معاكم في فيديو سابق، ما عملتلوش تخطيط أسبوعي، وهذا شيء عادي ويصير. نقولها باش كيف يتعدى أسبوع من غير ما تخطط أو أكثر، ما تبداش تحاسب في روحك. بالعكس، أوقات تصير الحكاية هذه وتتعدى على الناس الكل، لكن من المستحسن أنك تفهم علاش وترجع تخطط من جديد. بالنسبة لتخطيط شهر ماي، عملت له كيف العادة العصف الذهني، واللي مكنني من تجميع كل الأفكار والمهام والأهداف اللي تخص الشهر، ونقسمها حسب المجالات المختلفة باستعمال الألوان. الصفحة الموالية حطيت تقويم الشهر، وهو اللي نحط فيه كل المواعيد الهامة: مواعيد شغلي في المكتب، كتبت أيضا موعد انطلاق معرض الزهور بالبلفتير، معرض سوسة الدولي للكتاب، ومواعيد الامتحانات الشفوية لإسكندر. الصفحة الموالية أهداف ومهام الشهر، واللي باش نكتبها بعد الفيديو. الصفحة الموالية قائمة القراءات الشهرية، هما 3 روايات مبرمجت لها: أولها تراب سخون، وهي آخر إصدار للكاتبة التونسية أميرة غنيم. أمريكا جبيع جابر، وهي رواية مستعارة من المكتبة. ورواية نجمة الكاتب ياسين، واللي كنت مبرمجتها لشهر أفريل. مع هذا وإن شاء الله فما زوز عناوين لرواية الجيب التونسية، وهما عام العنقاء، واللي يختم بها الكاتب والناشر سامي المقدم سلسلة العقد الأسود. والثاني تاروت، آخر مغامرة الليلة، بطلة سلسلة البعد الخامس للكاتب زياد بوشوشة، واللي صدرت آخر أيام المعرض. الصفحة الموالية صفحة فيديوهات الشهر، كيف العادة نفس الطريقة اللي نستعملها: ترقيم من واحد لآخر الشهر، وحسب اللون نحط مواعيد كتابة السكريبت، تصوير مونتاج والتحميل، ومواعيد العرض الأول. وباش يوصلكم إشعار أول ما فيديو جديد ينزل على القناة، ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة إذا مازلتوا ما اشتركتوش فيها. هكا بقالي كي نقولكم شكرا على وقتكم واهتمامكم. إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. استناو فيديو عن المعرض ومشترياتي منه، ومن هنا لوقتها ردوا بالكم على رواحكم وبسلامة.